حتى اولاده بقى بيتم التطاول عليهم. بيضايقوهم، بيهنوهم. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سامو. زي ما قلت لك، انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا الفنان بيومي فؤاد بعد اللي حصل منه في المسرحيه اللي كان بيعملها في السعوديه اللي هي زواج اصطناعي، وانتقاده للفنان محمد سلام على عدم حضوره للمسرحيه قدام الجمهور السعودي، طبعا كان فاكر ان الموضوع ده هيعدي مرور الكرام. الناس شافت انه بصوا الموضوع اولا تعاطفوا جدا مع سلام اللي اصلا واخد تعاطف كبير جدا من الموقف الاولاني، فهم بقى في تعاطف زياده ان للدرجه دي انت مضايق الناس هناك، فما يخلين حد يطلع يغلط فيك الموضوع رايح في السكه دي. طبعا الفنان بيومي فؤاد اتعرض لنقد شديد جدا، اتعرض ان في ناس كتير بدات تهاجمه، اتعرض ان في ناس بدات ان هي تطالب بمقاطعه بيومي فؤاد ومن ضمنهم القناه بتاعتنا ديت. الفكره دلوقتي ان الفنان بيومي فؤاد نتيجه اللي حصل ده محجوز دلوقتي في المستشفى في السعوديه وتعرض لازمه صحيه شديده. معلومات انه تعرض لوعكه صحيه حصل في المملكه تعب جدا، وعنده يعني حصل له ازمه صحيه كبيره هناك. طب نتيجه الازمه الصحيه الشديده اللي تعرض لها بيومي فؤاد ليه وبسبب ايه؟ لانه برضو يا احمد تداعيات الموضوع كبيره، وهو برضو خلي بالك هو يعني سنا يعني اكبر مننا طبعا، ما يستحملش كل رد الفعل ده. احنا الصغيرين بننهار من فكره انه يبقى في الطيار عالي علينا زي ما بيقولوا. طبعا بيومي فؤاد بعد الهجوم الشديد عليه في 24 منتج لغوا التعاقد معاه طبعا، ودي بالنسبه له صدمه كبيره وكارثه كبيره. المنتجين دول رفضوا ان هم يكملوا الشغل مع بيومي فؤاد نتيجه الهجوم الشديد عليه، واحساسهم ان الاعمال بتاعتهم هيتم مقاطعتها، فحبوا ان هم ينهوا التعاقد معاه، وده ادى لانهيار الفنان بيومي فؤاد ودخوله المستشفى في السعوديه وهو موجود لسه في السعوديه، وده ادى ان في ناس بتطالب تركي الشيخ ان هو يشوف له اعمال يشتغل فيها ويساعده في الازمه اللي حصلت له. حصل وعكه صحيه ويعني وبيتعالج في المملكه. مش بس كده، الفنان بيومي فؤاد اتعرضت الصفحات بتاعته على مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار شديد في عدد المتابعين، وصل ان مليون متابع لغوا المتابعه في 4 ساعات فقط لا غير. لك ان تتخيل الصدمه اللي ممكن يبقى فيها بيومي فؤاد. طبعا خسر مليون متابع في 4 ساعات. لو كان ساب الصفحات بتاعته يا احمد من غير ما يقفلها، هو قفلها، وصل لمرحله انه قفلها قبل ما يفقد كل المتابعين اللي عنده، لان مليون في 4 ساعات كارثه. مش بس كده يا جماعه، ده حصل ان هم في ناس نشرت رقمه على مواقع التواصل الاجتماعي عشان الناس تبدا تتصل بيه وتشتمه وتهينه. وصل الموضوع طبعا، وده مرفوض نهائي ان ينزلوا يا جماعه رقم تليفونه على السوشيال ميديا عشان الناس تتصل بيه وتشتمه. مش بس كده، ده اولاده تعرضوا لمضايقات لدرجه ان في طلبه اعتدوا على بنته في الجامعه بالالفاظ ويمكن بالتطاول حتى اولاده بقى بيتم التطاول عليهم، بيضايقوهم، بيهنوهم، ممكن يتعرضوا لفكره ان هم يبقى في ضرب او اهانه. بنته تعرضوا لها في الجامعه زمايلها. واكيد احنا معترفين ان هو غلط، بس ما يستاهلش ان احنا نعمل معاه كده. نقاطع افلامه وكل حاجه، لكن اهانه وشتيمه وضرب والكلام الفاضي ده كله. يعني هو غلط، واحنا كلنا قلنا انه غلط، وكلنا انتقدنا ده وقلنا له انت غلطان. خلاص ليه بقى اوصل لمرحله الفجر في الخصومه وان انا انزل رقم تليفونه؟ ليه؟ لا ما ينفعش يا جماعه، هو مش عدونا عشان نعمل معاه. نعلمه ان هو غلط ونفهمه ان هو غلط ونتبع الاسلوب المحترم اللائق ان احنا نتعامل معاه، لكن الاسلوب اللي فيه بعض الناس اتبعته من اهانه او شتيمه او الكلام ده كله غير مقبول جدا يا جماعه. وبتمنى له ان هو يقوم بالسلامه لبيته ولاولاده. مش هننسى في يوم برضو ان هو كان سبب رسم بسمه على اي وش فينا. كده انا خلصت الفيديو، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام. هو بنيامين حنانيا اللي قاعد هناك مبسوط جدا، صح مبسوط جدا باللي بيحصل طبعا.